قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة البرلماني محمد سيمو البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في حالة سراح. وحسب مصادر مطلعة، فقد أمرت قاضية التحقيق استمرار التحقيق تفصيليا مع البرلماني في حالة سراح رفقة 12 شخصا آخر من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين وفاعلين في المجال الرياضي بالقصر الكبير لجلسة 1 فبراير 2024. وسبق أن استمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف للرباط الثلاثاء 26 دجنبر 2023 لمحمد السيمو بالإضافة إلى 12 شخصا من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين وفاعلين في المجال الرياضي بالقصر الكبير، ملتمسا من قاضي التحقيق المتابعة في حالة سراح والمراقبة القضائية. وقالت المصادر إن استدعاء رئيس الجماعة المثير للجدل للوقوف أمام الوكيل العام للملك يأتي بعد الشكايات التي تقدم بها سياسيون وحقوقيون بمدينة القصر الكبير تهم عددا من الصفقات والخروقات التدبيرية للرئيس السيمو. وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أشرفت على البحث في هذه الشكايات التي تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب وخروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة وشبهة تضارب المصالح وتوزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة ضدا على حكم قضائي وغيرها من الملفات. وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أبحاثها للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ القرار في حق رئيس جماعة القصر الكبير وشركائه، مؤكدة أن الشكايات تم وضعها منذ 2 سنين تقريبا. وأفادت المصادر أن الشكايات تتعلق بالأساس بصفقة تسقيف القاعة المغطاة للقصر الكبير التي أعطيت للشركة التي تقدمت بأعلى سعر في تضارب مع قانون الصفقات الذي يؤكد على أقل سعر. وبحثت الفرقة الوطنية كذلك في شراء الجماعة برئاسة السيمو لقطعة أرضية ب300 مليون سنتيم مجاورة للسور الموحد للتاريخ في ملكية منعش عقاري وعضو في الأغلبية المسيرة السابق، رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة يمنع الجماعة من شراء هذه القطعة لمجاورتها هذا السور التاريخي مع إعطاء صلاحية لوزارة الثقافة فقط. وتم تقديم شكاية أخرى في موضوع تحويل المجلس الجماعي للقصر الكبير لمنحة لصالح جمعية حديثة العهد لتجاوز الحجز الذي تم على الحساب البنكي للنادي القصري لكرة القدم. واشتكت فعاليات حقوقية في شراء رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير لمنزل مجاور لمنزله الحالي وهدمه بدون استخراج أي وثيقة من الجماعة. ويتساءل عدد من المهتمين حول اتخاذ قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لتجنيد عضوية البرلماني محمد سيمو من الحزب إلى حين صدور القرار النهائي بخصوصه، وذلك أسوة بقرار حزبه مع سعيد الناصري وعبد النبي البيوي.